شاهد حصريا كيف استقبلت فرنسا الزعيم صدام حسين عام 1972. وليكم مشاهدينا الأعزاء التفاصيل التاريخية للفيديو بحسب وكالة رويترز. وصل نائب الرئيس العراقي صدام حسين إلى باريس يوم الأربعاء 14 من يونيو 1972 لإجراء محادثات مع الرئيس جورج بومبيدو وغيره من قادة الحكومة الفرنسية حول توسيع التعاون الفرنسي العراقي في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية. وكان في استقبال نائب الرئيس حسين في مطار أورلي رئيس الوزراء الفرنسي شابان دلماس، ومن المقرر أن يجري نائب الرئيس العراقي محادثات رسمية مع رئيس الوزراء الفرنسي في المساء. بقية التفاصيل في أسفل الفيديو.